السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أيها الأخوة في هذه الليلة، ونبدأها بالمفاجأة الجميلة لأخينا إسحاق الجيزاني، وهو محامي معروف ومشهور ومحترم وله سمعة طيبة في المنطقة الجنوبية، وتكفل بقضايا كثيرة، وتعرف من خلال عمله على النظام القضائي وعلى نظام الداخلية والأمن وعلى البلديات وعلى الإمارات وطريقة عمل الدولة وعلى الديوان الملكي وعلى جهات أخرى مختلفة. فالرجل له تجربة جيدة، وصل إلى استنتاج أنه لا أمل بالإصلاح من داخل النظام، وكل محاولاته ومحاولات من يعرفهم في أن يسعى لإقناع النظام، سواء إصلاح التفصيلي بمعنى إصلاح القضاء، إصلاح الأمن، إصلاح البلديات، إصلاح الوضع في الإمارات، أو الإصلاح الكلي بمعنى إصلاح على مستوى الدولة، أن هذا مستحيل. ولذلك قرر أن يصدر سلسلة بيانات، بدأ بالبيان الأول الذي نص فيه على أن الإصلاح مستحيل ولا بد من انتزاع التغيير انتزاعا. طبعا هو قال أمرا نختلف معه فيه، ولكن ما هي مشكلة. الخلاف في قضية الملكية الدستورية هذه نناقشها في النهاية، لكنه يقول لا يمكن أن يقدم الحاكم تنازلات، لا بد أن ينتزع الإصلاح انتزاعا. بل قال كلاما أخطر من ذلك حينما أشار إلى أن جهاد الكلمة، اللي هو قول كلمة الحق عند سلطان جائر، أهم من جهاد الكفار. وهذا يعني الكلام هذا صحيح، نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أعلى درجات الجهاد أن تقول كلمة الحق عند سلطان جائر، أن تحقق التغيير على مستوى السلطة أهم من أنك تسعى لجهاد الكفار. لا يمكن أصلا أن تصنع دولة مسلمة قوية تواجه بها الكفر عموما إلا بعد أن تقضي على الطغيان والجور في هذه الدولة. فإذا الكلمة الأخ الفاضل إسحاق الجيزاني كلمة ممتازة وتستحق التأييد، وبإذن الله ستعرض في القناة هذه الليلة أو غدا، ما أدري حسب إمكانات الأخوة الفنية. فإذا هذا الحدث مهم، وعلى الإخوة الإصلاحيين والأخوات الإصلاحيات أن يخدموا هذا التسجيل وينشروه في أوسع دائرة ممكنة، خاصة وأن الأخ كما فهمت من الأخ إسحاق أنه خارج البلد الآن في وضع آمن، وأن لديه سلسلة من التسجيلات والبيانات سيقدمها للجمهور، ربما تكون بوتيرة أعلى من الكلام الذي طرح، يعني كلام قريب من طرح الحركة أو طرح حسم أو طرح الجهات المعارضة. فجزاه الله خيرا، ثبته وألهمه الصواب. الأخوة والأخوات نتمنى منهم أن يختموا هذا التسجيل ويوزعوه بكل الوسائل، باليوتيوب، بالواتساب، بالتليجرام، بالوسائط المختلفة الأخرى. فلا تقصروا، يعني حتى لو كان عندكم تحفظ على حكاية ملكية دستورية ما هي مشكلة، خلي الناس يسمعون الكلام الذي نتفق عليه. هذا الكلام يكسر حواجز، كلام قوي جدا يكسر حواجز، خاصة أن له سمعة طيبة وله معارف كثير في سلك المحامين والناس الذين يعملون في الجهاز القضائي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحميه وأن يوفقه إلى ما هو الصواب. وقضية الخلاف على الملكية الدستورية قضية ستحسم، يعني حتى لو أصر من يطرحها ستحسم. ستأتي اللحظة التي يتمكن فيها الشعب من إزاحة الحاكم، ووقتها لن يرضى الشعب، لن ترضى القوى التي ساهمت في التغيير، لن ترضى لا لفلان ولا لفلان أن يبقي الحاكم، حتى لو جاء يعني شخص يؤمن بالملكية الدستورية، لأنه أصلا الحاكم ما راح يقبل بالتنازل، لازم يرغم إرغاما، يعني لازم تصير ثورة ويقبض على الحاكم ويوضع على منصة القضاء يعني للحكم. طيب إذا أنت وصلت إلى مرحلة أنك تقبض عليه وتجعله عرضة لأن يحاكم، فبأي حق تضيع حقوق الناس؟ هذا حاكم قتل، عذب، انتهك أعراض، سرق أموال،
سيطر على مقدرات البلد، اعتدى على الدين، بأي حق يبقى؟ بأي حق لا يحاكم؟ أنت تستطيع تحاكمه وتعاقبه، ليش تتركه يعني الشعب نفسه سيغضب. الشعب الذي وقف معك في هذه الثورة أو تحرك، الذي مكنك من أجل أن تمسك بزمام الأمر وأنت تقرر مصير هذا الحاكم، ما راح يقبل، يعني ما راح يدخل في دماغه أنه والله في هذه اللحظة نسمح لهذا الحاكم أن يستمر ملك على الأقل شكلي، نسمح له بمنصب ملك، ونسمح له والله نقول له بشرط أنك تكون رمزي، ونعطيك راتب، ونعطيك مدري وشو، ونحطك رمز للدولة. لا، الناس ما راح يقبلون، حتى لو ظننت أنت أنها بهذا كما يزعم أنها جمع الكلمة إلى آخره. ما على كل حال هذه قضية نقاشها ما له داعي الآن، لأنه أصلا حينما تصل الثورة إلى مرحلة حقيقية، إلى مرحلة فيها تمكين للشعب من أن يقرروا مصير الحاكم، لن يقبل الناس، لن يقبلون، ما راح يعني لن يتجرأ أحد مهما بلغت قوة شخصيته، لن يتجرأ أن يسمح للحاكم بأن يبقى في السلطة. لكن هذا الكلام لا يقلل من أهمية كلمة الأخ إسحاق، وكلمة مهمة جدا، وانشروها حتى مع وجود الكلام عن الملكية الدستورية، انشروها واخدموها ووزعوها بكل وسائط الاتصال. تتم كذلك للموضوع أخونا الفاضل عمر بن عبد العزيز الزهراني المقيم في كندا حاليا، وهو كذلك ناشط آخر ومتحرك، له نشاط ممتاز تكلمت عنه سابقا لكن أكرر الحديث عنه. له نشاط ممتاز في اليوتيوب، وله نشاط ممتاز في التويتر، وما شاء الله عليه، يعني عطاؤه متجدد ومتفاعل جدا. يعني له سلسلة سماها فتنة، والحمد لله يعني بعد أن أصلحت الأجهزة عندنا نستطيع أن نبثها، كنا ما نستطيع يعني خلال الفترة الماضية كان لدينا صعوبة، سنبث على الأقل أجزاء منها، سلسلة ممتازة اسمها فتنة. يعني ربما يتحفظ البعض على وجود بعض واحدة حلقة أو حلقتين فيها في الخلفية فيها موسيقى، معلش يعني هذه يعني إشكالية، لكن المهم أن المحتوى ممتاز جدا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وجزاه الله خير. يعني الجهد الذي قدمه جهد ما هو بسيط، جهد يعني واضح جدا لمن يشاهد حلقات فتنة، أنه ما هو شغل عجن سريع يعني مشي حالك، لا، شغل متعوب عليه، شغل بذل فيه جهد، عمل فيه بحث، ورتبت فيه الأفكار، أعدت فيه المادة للإخراج، وقدم للجمهور، فجزاه الله خيرا وبارك في جهده. وسنعرض إن شاء الله معظم الحلقات، إن لم يكن كلها إن شاء الله، معظم الحلقات موجودة سنعرضها إن شاء الله في القناة. وكذلك هذا ما يحتاج توصية، ما شاء الله عليه مخدوم، هو أسلوبه جذاب ولذيذ، وانتشر انتشار جيد. وبذلت السلطة جهد في إيقافه في اليوتيوب ولم تنجح الحمد لله. في أول حلقة طلعت بذلوا جهد لإيقافه، فنجح في أن ينتزع من اليوتيوب قرار بإعادة التسجيل، والآن الحمد لله ما عاد يوقفون له أي برنامج. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بجهده، ونحن يعني يفرحنا هذا التنوع في الطرح الذي يكسر الحواجز، وما هو فقط يوعي الناس، أن الناس يدرون، الناس يعرفون أن في شيء غلط، لكن ينقل نفسيات الناس من مرحلة إلى مرحلة. يعني الوعي موجود، الناس مدركون، الشعب مدرك أن الوضع غلط، أن الوضع فساد، طغيان، ظلم، بذخ، بطر، عداء للدين، عداء للأمة، الناس مدركين هذا الأمر. لكن أنت تريد أعلى من الوعي، أنه تتغير النفسيات، يتصاغر في عين الناس هذا الحاكم حينما يستمعون من أكثر من شخص بطريقة فيها نوع من التحقير لهذا الظالم المجرم، يتصاغر في عين الناس هذا الظالم، ويخجل النخب من المشايخ والمثقفين وغيرهم، يخجلون أنه والله طلعوا هؤلاء وأخذوا قلوب الناس وكسبوا شعبية. يا أخي تبي تحافظ على شعبيتك، تحرك مثلهم. فلعل بمثل هذا الطرح يحرج عدد من هؤلاء المحسوبين على النخب، والذين فيهم شوية بصيص أمل أن يتحركوا ويساهموا في هذا
التغيير. فنحن يعني نسعد بمثل هذه الأطروحات، وهناك يعني هناك محاولات أخرى، لكن الله يعني بعض الناس الله يسامحهم يسوون عمل منقطع، يعني يسوي له حركة وبس ويطفأ. ما يصلح يعني تسوي حركة وأنت ما وضعت الضمانات أنك تستمر. يعني في ناس لهم تسجيلات مرتبطة بظروفه هو الشخصية، إما ظروف الأمنية ولا ظروف المادية ولا ظروف عائلية، ومن أول ما يصير عليه مشكلة يبطل. لا، يعني حاول أن ترتب ظروفك حتى تضمن العطاء المستمر. هذا بالنسبة لي. كذلك طرح الأخ الفاضل عمر بن عبد العزيز الزهراني في برنامج فتنة، وتابعوه كذلك في تويتر، ما شاء الله له مشاركة يومية في كثير من القضايا. ننتقل الآن إلى بعض المواضيع المتفرقة. ما يجري في سيناء السيسي هذا المجرم الذي أتى من أجل تدمير مصر، لأجل عيون إسرائيل والعياذ بالله، اللي من أجل إبعاد الإسلام عن مصر، والذي بنى مشروعه معتمدا على أموال آل سعود، الآن يقتل الناس ويهدم بيوتهم في سيناء. من أجل إيش؟ برضو من أجل إسرائيل. من المستفيد من هذا الأمر؟ بأي حق تستفيد مصر؟ بأي حق؟ يعني أنا ماني عارف كيف تستفيد مصر بهد مصر. يعني المواطنون المصريون يقتلون ويعذبون وتنتهك أعراضهم وتنتهك كرامتهم وتهدم بيوتهم، ثم يقول لك هذا مصلحة مصر. رجل دمر مصر بكل المعاني، دمرها سياسيا، دمرها كرامة، دمرها اقتصادا، قتل شعبها، رمى عشرات الألوف في السجون، أعاد كل معاني القمع أشد مما كان عليه أيام مبارك، جعل الإعلام مضحكة، جعل السياسة مضحكة. مصر الآن يعني صارت مثار للضحك والاستهزاء والتهكم. تصوروا المسؤول عن تعيين القضاة حط لهم نظام والله أنه ما يعين قاضي إلا إذا كان أبويه جامعيين، حيلة حتى ما يصلون الأخوان معظمهم، الأخوان بعضهم ما لقوا عليه مداخل فحطوا المدخل هذا أنه لازم يصير كل الأبوين جامعيين. بعدين يصرح تصريح، هذا كله ما مهم، المهم التصريح. يقول عاوزين نعين قاضي أبوه زبال، يعني على أساس والله يعني قال حكمة تاريخية. تصور شخص قاضي كبير في السلم القضائي مسؤول عن تعيين القضاة، يقول عاوزيني أعين قاضي أبوه زبال. طيب أخي، كبار العظماء في التاريخ أيتام أصلا ما لها أب. كبار العظماء في التاريخ خرجوا بالعكس، يعني في الدول الأوروبية وغيرها، إذا قدمت على جامعة وأنت خريج مدرسة ضعيفة وأنت خريج بيئة فقيرة، يقبلونك وأنت قد أتيت بنفس النتيجة التي أتى بها ابن الغني اللي درس في مدرسة خاصة، نفس النتيجة نفس الدرجة، يقبلونك أنت ويخلون ذاك. ليش؟ لأنهم يفترضون أنك أتيت بالدرجة القوية بعرق جبينك، مو بالمدرسين الخاصين ولا بالظروف الممتازة ولا بوسائل الإيضاح المتوفرة في المدارس الخاصة. أنت جبت درجتك بعرق جبينك. بينما هذا يقول عاوزين أحط قاضي أبو زبال. يعني شوف التخلف، هذا التخلف الذي أتى به السيسي، وهذا التخلف هو الذي والعداوة للدين والثقافة والأمة هو الذي تدمر به سيناء الآن، تدمر به بيوت الناس في سيناء، والإهانة للكرامة تطلع في شاشات التلفزيون والعياذ بالله. تصور نفس الشعب، نفس الجيش المصري، يعني أنا ما شفت جيش في العالم يحارب إلا في سوريا، يحارب الشعب إلا في سوريا ومصر. الجيش يحارب الشعب. يعني الجيش الذي ذبحونا فيه العقيدة العسكرية الجيش المصري أنها تحارب العدو قائمة على أساس محاربة العدو، أصبح متفرغا لقمع الشعب والعياذ بالله. لكن المصيبة أو المسؤولية يتحملها أخواننا المصريين، وإن كنا نحن في بلادنا نحمل ابن سعود المسؤولية الكبرى. يعني السيسي ما يمكن يستمر يوم إلا بالأموال السعودية، مستحيل. أمريكا ما تقدر تعطيه، أمريكا لازم ما تعطيه إلا موافقة الكونغرس، والكونغرس قصة طويلة عريضة. إسرائيل ما تقدر تعطيه،
إسرائيل ما هي يعني ما هي تنفق عليه. إسرائيل عندها السعودية والإمارات والكويت مستعدين يعطون على طول، شو لا يعطونه يعني. فمن الذي يجعله يبقى قادرا وقامعا ومستمرا؟ السعودية والإمارات، والسعودية أكثر. السعودية لحد الآن آخر دفعة أعطتها قبل أسبوعين 5 مليار. فإذا هذا القتل الذي يجري في سيناء، وهذا الهدم والتهديم والمؤامرة على إخواننا في سيناء وفي غزة، هذا يجري بأموال سعودية، هذا يجري بجهدنا نحن في بلاد الحرمين مع الأسف الشديد، ونتحمله نحن لأننا سمحنا لهذا النظام يستمر بالحكم، يستمر بالعداوة للإسلام والمسلمين في كل مكان. نظامنا هو الذي يدعم ما يجري في ليبيا، ويدعم ما يجري في اليمن، ويدعم ما يجري في مصر، ويدعم ما يجري في سوريا، ويدعم ما يجري في العراق، يا جماعة شوفوا حل، يعني أنقذوا المسلمين من كيد وطغيان وعداوة ابن سعود. أنا أكلم مشايخنا ومثقفينا وعلمائنا في بلادنا والنشطاء، يعني اعملوا شيئا من أجل إيقاف هذه الجريمة التي ينفذها ابن سعود. ما يستطيع السيسي يستمر يوم لو قطع عنه المدد السعودي. هذه جريمة. وكذلك يعني في موازاة ذلك الفرعنة الإسرائيلية، ما يجري في بيت المقدس الآن، أغلق الحرم القدسي، أغلق بالكامل. إسرائيل ضعيفة الآن بعد هزيمتها المتكررة في غزة، وبعد هذا الوعي في الشعوب العربية، وبعد هذا الرعب اللي يجري في سوريا، رعب الغرب ورعب إسرائيل. مع ذلك بقيت السعودية ومصر والأردن تتآمر ضد شعبنا في فلسطين، ضد أخواننا في فلسطين، وإسرائيل مسترخية في هذا الوضع، لأنها تعتقد أن مؤامرتها مع الحكام العرب تضمن لها البقاء. طبعا والحمد لله هم مخطئون، هذا إن شاء الله مقدمة لزوالهم قريبا. لكن ولو نحن حتى لو كنا مقتنعين أن هذا دليل على الزوال قريب، نحن نتحمل مسؤولية ما يجري هناك. لم تكن إسرائيل لتتجرأ على إقفال بيت المقدس، إقفال المسجد الأقصى، إلا بما يقوم به ابن سعود في مصر وفي سوريا. يا جماعة شوف القمع اللي قاعد يجري في القدس واللي يجري في بقية فلسطين، وإحنا طياراتنا تقصف سوريا. يعني مو بس عيب، يعني كارثة، فضيحة تاريخية ما يمكن تكون مرت في ذهن مسلم، يمكن إلا في أيام ملوك الطوائف، أيام أواخر أيام الأندلس، حينما كانوا يتآمرون مع الصليبيين ضد أخوانهم، والناس الآن يسبونهم ويشتمونهم تاريخيا، وقد سجل هذا الأمر عليهم كفضيحة. هذا الذي يجري الآن عندنا الآن سيسجل علينا فضيحة، وسنشتم ونسب بالأجيال القادمة كيف تحملنا وكيف صبرنا وكيف سكتنا عن حاكم يقصف أخواننا في سوريا وإسرائيل عن يساره، ويقدم المليارات لمصر والدعم للمجرمين في ليبيا والمجرمين والحوثيين في اليمن. كيف نقبل نحن شعب الجزيرة العربية بمثل هذا الأمر أن يتم؟ فإذا نحن نتحمل بشكل أو بآخر مسؤولية ما يجري في سيناء وما يجري في القدس. تفكر قليلا وتدرك مدى تحملك لهذه المسؤولية. والله العظيم لو كانت بلاد الحرمين فيها هوية وانتماء ومسؤولية وشخصية قوية وبنيان سياسي وعسكري واقتصادي مبني على مصلحة الإسلام والمسلمين، والله لم يكن السيسي ليوجد أصلا، فضلا عن أن يتجرأ على هدم البيوت. ولم تكن إسرائيل لتتجرأ على أن تفعل ولا حتى عشر هذا العمل. انتقل إلى موضوع آخر، فتوى المفتي سئل عن جماعات من ضمنها الإخوان المسلمين، فأجاب بالجواب التالي، يقول: إذا نظرت النظرة الفاحصة، المفتي اللي هو عبد العزيز الشيخ، إذا نظرت النظرة الفاحصة وجدت أنها لا تمت للإسلام بصلة، وأنهم تقمصوا الإسلام لآرائهم وأهوائهم وخداع الناس، وأنهم على ضلال واستباحوا الدماء وانتهكوا الأعراض ونهبوا الأموال وأفسدوا في الأرض وسلبوا البلدان بلا حق، هذه كلها مناهج باطلة
ووراءها ما وراءها لا خير فيها لا نثق بها ولا بأهلها، ومن يدعو شبابنا إلى الانتظام في هذه الفرق الضالة فقد أقطع وضل سواء السبيل. هذا لمين؟ اللي هم الدولة الإسلامية والنصرة والإخوان المسلمين. طيب ماشي، مشكلة، يقولنا الدولة الإسلامية أو داعش، نقول والله يعني المفتي يقول هذا الكلام لأنه كثير من المشايخ يقولون هذا الكلام. لكن وجبهة النصرة ما يخالف، نقول القاعدة، نقول حملة قوية. لكن اخوان المسلمين طبق عليهم الكلام، يقول اللي هو لا تمت الى الاسلام بصله، معناها كفار تقمصوا الاسلام لارائهم واهوائهم وخداع الناس، وانهم على ضلال، استباحوا الدماء وانتهكوا الاعراض ونهبوا الاموال وافسدوا في الارض. وين يا جماعه؟ وين يعني وين حصل؟ طب ما يخالف، قول الاخوان على باطل، قول الاخوان مخطئون، لكن طلعتم من الاسلام واستباحوا. متى استباحوا الدماء؟ متى انتهكوا الاعراض؟ متى نهبوا الاموال يعني وسلبوا البلدان بلا حق؟ الذي عمل هذه الاعمال هو حكامك، الذي استباح الدماء وانتهك الاعراض ونهب الاموال وافسد في الارض وسلب البلدان، بالذات سلب البلدان بلا حق. هذا حكامك، هم ال سعود، وهم اصحاب المنهج الباطل، وانهم هم وراءهم ما لا وراءهم، وانهم لا يثق بها ولا باهلها. هم الذين لا يثق بهم، وهم الذين تقمصوا الاسلام لارائهم وخداع الناس. هم ال سعود الذين تقمصوا الاسلام لارائهم وخداع الناس. فإذا كل الكلام الذي قاله هنا ينطبق على آل سعود ولا ينطبق على الإخوان ولا حتى على الجماعات الثانية. يقول لا تمت إلى الإسلام بصلة، تقمصوا الإسلام لآرائهم، لا تمت الإسلام بصلة، تقمصوا الإسلام بآرائهم وخداع الناس، هذا ابن سعود. استباحوا الدماء ابن سعود، انتهكوا الأعراض ابن سعود، نهبوا الأموال ابن سعود، أفسدوا في الأرض، سلبوا البلدان بلا حق، هذا ابن سعود. هذا بالضبط لا ينطبق إلا على ابن سعود. لكن طيب كيف يقول هذا الكلام بهذه السهولة؟ لماذا يقول؟ لأنه والعياذ بالله لا يلتفت، لا يستحضر عظمة الله ولا يستحضر الخوف من الله في أمانة التوقيع عن الله سبحانه وتعالى، أمانة الفتوى. يعني كان العلماء إذا سئل قبل يرتجفون، يتصبب منهم العرق قبل من شدة الرعب، الخوف من الفتوى. إذا في نازلة من النوازل، يعني يسألون في الوضوء وكذا يعرفون الجواب، لكن إذا سألوا في نازلة من النوازل التي لا بد فيها من تنزيل الآية والحديث على الواقع يخافون، كل يدفعه للآخر. وهذا جاي على كيف يفتي بالضبط كما يريد الحاكم. أنا أمس أسمع فتوى من واحد مصري، أقول ليست بعيدة من جماعتنا، يقول الأقباط الذين قتلوا في سيناء شهداء ويدخلون الجنة ومنزلتهم أعلى من المسلمين، منزلتهم أعلى من المسلمين في الجنة. والله العظيم أنا سامع بنفسي، شيخ أزهري. طيب أنت يا أخي قل شهداء بالمفهوم الوطني. هم نفس الأقباط ما طلبوا منك أن تقول أنهم شهداء بالمفهوم الإسلامي. هم أصلا لا يريدون أن تصنفهم شهداء بالمفهوم الإسلامي، هم عندهم شهادتهم هم. بإمكانك تقول شهداء بالمفهوم الوطني كما تريد، لكن تقول لي شهداء بالمفهوم الإسلامي يدخلون الجنة ومنزلتهم أعلى من المسلمين، وأنهم يقاتلون على حدودنا وأرضنا ويقاتلون الإرهابيين، وحط تبرير مضحك جدا لكلام كفري. يعني هذا كلام لا شك أنه كفري، ما في شك أنه كلام كفري والعياذ بالله. طيب هذا الكلام بينه يعني بصراحة لا يختلف كثيرا عن كلام المفتي، لا يختلف كثيرا عن كلام المفتي عندنا. يعني المفتي غدا إذا سألوا قالوا لا يعني هذول الحلف الغربي الذين يقتلون في العراق ولا في الشام لو قتلوا، ولا الذين دخلوا معهم، هل هذا شهداء؟ خذوها مني اللي يقاتلون مع الحلف الغربي إذا ماتوا هل هم شهداء ولا لا؟ خذوها مني، راح يقول شهداء، خذوها مني، هذه محسومة. على الأقل الذين يقاتلون مع الحلف يقصفون سوريا لو اسقطت طيارتهم وسئل هل هؤلاء شهداء، خذوها مني، راح أحكم أنهم شهداء بكل سهولة. لكن هذاك عاد زودها قال حتى الأقباط شهداء المصري. طيب ننتقل إلى موضوع آخر، موضوع الحقيقة يعني مضحك مبكي. يعني عايض القرني سوى تغريدة يقول التعصب الرياضي الأعمى حمل بعضهم إلى تمني أن يفوز الفريق الأجنبي غير المسلم على فريق وطنه، فأين العقيدة والوطنية المزعومة؟ أين العقيدة؟ طيب ما يخالف، الوطنية المزعومة أصلا هي وطنية، أصلا ما في وطنية أصلا. يعني الوطنية عندنا مرتبطة بابن سعود، لك الحق أن تسأل عن الوطنية المزعومة، لكن العقيدة وش دخل العقيدة بموضوع؟ يعني ما تستحي أنت طالب علم
عندك يا أخي، ما أنت ملزم، ما أنت ملزم تكتب الكلام السخيف الأحمق الغبي يعني. لكن هذا واقعنا مع الأسف الشديد. مشايخنا وعلماءنا انزجوا في مستوى ما نبقى سافل ولا منحط، مستوى وضيع الحقيقة، وضيع الكتابة. هذا الدين العظيم الذي مهمته رفع شأن الأمة، مهمته الاستعلاء على العالمين، مهمته الاعتزاز بالكرامة الإسلامية، أصبح هذا مستوى المشايخ اللي يفوز. نفرح بفريق فوز الفريق المسلم وهذا يتعارض مع الوطنية، يتعارض مع العقيدة. هذا كلام مشايخنا يعني الحقيقة شيء مؤلم. وتهكم رد عليه الشيخ الكلباني متهكما، وحق له أن يتهكم به. على كل حال أنتم أتمنى أن مثل هذه التغريدة التي صدرت عن عايض القرني أن تخدم وتوزع حتى يبين عقليات مشايخنا الحاليين، حتى لا أحد يلتفت لهم. يعني ناس كثير ترى ما انتبهوا إلى أن عايض مجرد واعظ وقصاص إلا الآن حينما رأوا مثل هذه التغريدة. موضوع آخر كذلك قصير ويحتاج إلى تعليق سريع. أمير الرياض يقول إمكانات الدفاع المدني عندنا لا تتوافر في الدول المتقدمة. طبعا يعني إذا كان حتى الدول المتقدمة ما يتوافر عندهم أمير يعين هو بقية الأمراء فقط لأنهم عيال أسرة. أمراء حكام المناطق كلهم من أسرة واحدة، لا عند لا تفوق إداري ولا تفوق مهني ولا تفوق علمي ولا تفوق أكاديمي. مؤهله الوحيد أنه ابن الملك ولا ولد عم الملك ولا ولد أخو الملك، بس هذا مؤهل. يعني أنت ايش عندك أنت مؤهلات فهد بن سلطان ولا تركي بن عبد الله ولا أخوه اللي في الحجاز ولا أمير جيزان ولا أمير؟ مش مؤهلاتهم ولا مش مؤهلات الملك. يعني نعم فعلا لا يوجد في الدول المتقدمة دولة كلها، ما يوجد فيها ولا دولة يقرر مصيرها أسرة متخلفة تمتلك بلد امتلاكا، يقرر مصيرها حاكم خريج سادة ابتدائي، يقرر مصيرها حاكم ما يقرأ حتى آية، ما يستطيع يقرأ آية في القرآن. ما في الدول المتقدمة. فإذا كان عندنا الذي يصرح للإعلام والذي يتحدث الإعلام والذي تصدر منه هذه العبارات هو أصلا شخص يعني غير مؤهل، فطبعا بيطلع منها الكلام السخيف، يعني الكلام الأحمق. يعني الدول المتقدمة وين أنت أصلا ايش عرفك بالدفاع المدني؟ ايش عرفك بإمكانات الدول المتقدمة؟ ايش عرفك بمفهوم الدفاع المدني؟ مفهوم الدفاع المدني ومفهوم الإسعاف في العالم مفهوم واسع وشامل ومحترم وفيه نوع من التفاعل والتوعية مع الناس. ما هو مفهوم اللي عندك كانوا عمال، كانوا ناس متخلفين. يعني روح خذ لك دورة كذا، تقمص شخصية شخص عادي، ما أنت أمير، خذ لك دورة صغيرة أو عش في أحد مراكز الدفاع المدني في كندا ولا في أمريكا ولا في هولندا ولا في ألمانيا، شوف ايش معنى الدفاع المدني. جاي تقول لي ما متوفرة في الدول المتقدمة. لكن والله كما قلت إذا كان أنت وأمثالك برضو ما موجودين في الدول المتقدمة طبعا راح يطلع هذا الكلام منك ومن أمثالك. الإسكان تكشف عن أكثر من 300 ألف منتج سكني جاهز وتؤكد القروض على دفعات. هذا كلام مضحك الحقيقة، لأنه يقول لك 300 ألف منتج سكني. هي حيلة لفظية. ما عندهم بيوت، عندهم أراضي وعندهم عقارات ما أدري وش شكلها، يعني يمكن غرف ولا ما أدري إيش، فسموها منتج سكني. يمكن منتج سكني شيء معنوي حتى مو شيء مادي. فعشان يتحايلون وعشان يقولوا والله احنا تجاوزنا رقم 300 ألف، قال لك منتج سكني، ما قال لك وحدة سكنية. منتج سكني أرض يعني. طيب الأراضي هذه موجودة أصلا قبل لا تجي فكرة الإسكان الحديث. وش مناسبة الحديث عن الأراضي؟ المهم تتبعناها، طلع الوحدات السكنية
الحقيقية لا تزيد عن 12,000. من 300,000 الوحدات السكنية الحقيقية الجاهزة للسكن لا تزيد عن 12,000، والسكنة فيها إجراء طويل جدا، والله أعلم مستواها إيش راح يكون. يتناقل الناس قرار، ما أدري، يا ليت تؤكدون لنا الأخوة المطلعون، يؤكدون لنا إن كان هذا كلام دقيق أو غير دقيق، أن اليوتيوب الآن ما حد يقدر يرفع لليوتيوب شيء إلا بإذن. راح يصدر قرار ما ترفع اليوتيوب. طبعا القرار غير واقعي، ما راح يتم، يعني ما راح يلتزم فيه أحد، لأن أصلا الناس الآن تخش من نظام يحميك من المتابعة، وارفع اللي تبي، ما أحد يمك. لكن أنا ما همني القرار بمعنى منع اليوتيوب، همني هل وصل الغباء عند أهل السعودية هذا المستوى؟ نعم وارد، لأنه النظام الذي يزيد بطشه واعتقاله، يعتقل مثل العريفي ويصدر الأحكام على المحامين، هذا النظام وارد أنه يطلع قرار غير واقعي مثل قرار منع الرفع لليوتيوب. وهذه الحقيقة الظاهرة معروفة الظاهرة، أنه الأنظمة الشمولية إذا بدأت تفلس واقتربت من الانهيار تبدأ تتصرف بمزيد من القمع، ولأنها خلاص راح تخلص. من يوم تشوف النظام كان أكثر قدرة وأكثر سيطرة، النظام في التسعينات كان مسيطر أكثر وعنده ثقة بنفسه أكثر، وحتى في 2000 الآن عدم ثقته بنفسه تؤدي به إلى أن يتصرف تصرفات صبيانية جنونية ليس لها تفسير إلا التوتر والارتباك. هذه ذكرها ابن خلدون وذكرها غيره من علماء الاجتماع، أن هذه آذنة بانهيار النظام. حتى تصرفات السيسي، تصرفات هذه القمعية المبالغ فيها، التي ليس لها حاجة، يعني لا توجد حاجة لهذا القمع المبالغ فيه، لا يمكن تفسيرها إلا بأن النظام مقترب من الانهيار. فأنا يسرني أن يكون هذا الخبر صحيح، يسرني جدا، لأنه دليل حقيقي على أن النظام يلفظ أنفاسه الأخيرة حتى بدون ثورة، دليل على أن النظام هذا يتفكك وفي طريقه إلى الانهيار. وبمناسبة الحديث عن هذا الموضوع، مرة أخرى لا أريد، لا لي ولا لكم، نحن لا نراهن على خلافات الأسرة، بل بالعكس نتمنى أن الشعب يثور ويتحرك وينتزع حقوقه ويطرد الأسرة قبل أن تندلع الخلافات. لكن كذلك من حق الجمهور أن يعلموا ما نعلمه نحن من معلومات. التوتر داخل الأسرة يزداد، وعدم الثقة يزداد، وهناك يعني المؤامرات من كل جناح ضد الجناح الآخر تزداد. الحاجة الوحيدة التي لا يزالون يحافظون عليها هي التستر على ما يجري. الوحيد اللي كسر الحاجز هو اثنين، سعود بن سيف النصر بن سعود وخالد بن طلال، هؤلاء الوحيدون الذين كسروا الحاجز السرية وتكلموا. سعود تكلم أكثر، وتكلم كلام واضح في انتقاد التويجري والذين مكنوا التويجري. طبعا هو تأدب مع الملك، لكن واضح من كلامه أنه يقصد الملك، يعني واضح من كلام سعود أنه يقصد الملك، يعني لكن هم بينهم شيء من البروتوكول والأدب. يعني هشن هجوما عنيفا على التويجري وعلى من يمكن التويجري إلى آخره، واضح أنه يقصد الملك. ويبدو أن حملة جابت نتيجة، لأنه سمعت من مصادر أخرى أن في تململ عند الأسرة من وجود التويجري كما ذكرت لكم الأسبوع الماضي، وهذا التململ هو الذي أدى إلى ضغط من داخل الأسرة على الملك. والتويجري خاف واختفى فترة في أمريكا، ورجع بعد ما توفت أخته، رجع يصلي عليها، والآن لا يزال غائب عن المشهد. يقال أنا ما أدري والله، يقال أنه ما يداوم الآن في الديوان، وأن وضعه هو يعتذر بوضعه الصحي، وهو فعلا مريض، لكن مرضه قديم، يعني كان بإمكانه يستمر حتى مع مرضه يعني، لكنه يعترض بمرضه حتى يبرر ابتعاده. الحقيقة هو أكثر حرصا على الابتعاد من الملك. الملك متشبث فيه لا يزال، لكن هو خايف من
الترتيب الذي داخل الأسرة للتخلص منه. هذا عن وضع آل سعود. في برنامج سخيف في القناة الأولى اسمه نجم الإعلام يحاولون يقلدون العرب ايدول لكن على مستوى المذيعين، وعلى اساس يعني جايبين مذيعينهم هم ويعني اصحاب التجربه الاعلاميه حقينهم عشان يحكمون على هذولا. طيب من هذولا نفسهم اللي انت جايبهم اصلا، اللي انت جايبهم لو تضعهم في اختبار اعلامي يفشلون، ما يجيب منهم ولا 20%. جاي تحطهم هم يحكمون على الحاضرين. لكن الحقيقه الفكره هي في فكرة لها علاقة بالنساء، هي في تطبيع فكرة تطبيع أن التعامل في الإعلام علنا في التلفزيون التعامل مع الرجل والمرأة يكون شيء واحد. طبعا هذا الكلام له فترة، وأنا استغرب الحقيقة أن ما حرك هذول اللي يهتمون بقضايا الاختلاط ويعطونها حجم أكبر من المؤامرات الكبرى، ما حركهم. أنا طبعا ما ليست الإشكالية إشكالية إن في امرأة جت مذيعة، لكن حينما تجيب برنامج العرب ايدل، وحين تجيب برنامج على مستوى القنوات اللي خارج المملكة ومملوكة لأمراء، وتجيب برنامج الستار أكاديمي وتحاول أن تنسخ الفكرة لكن تلطفها قليلا، أنت تحقق نفس الرسالة. هي نوع من أنواع التطبيع. نختم بالتعليق على ما يجري في اليمن، والحمد لله مرة أخرى أقول ما ذكرناه من أنه عسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم بحمد الله حصل. الآن المؤامرة السعودية حوثية إيرانية أمريكية مكشوفة، وكما توقعنا القبائل وكثير من التيارات عملت ما يمكن أن يعتبر تحالف مشترك في مواجهة الحوثيين ومواجهة من يقف معهم. وأنا على يقين، لأنه أصلا ثقافة الأمة في اليمن وتوجه المجتمع في اليمن هو ضد هذا الاحتلال الإيراني يعني، وضد المؤامرة السعودية. وما دام انهارت الحكومة في اليمن ما في أحد يمنع الناس من التجمع ضد هذا الاحتلال. الحكومة اللي كانت الحكومة بصفتها هيبة، سلطة مركزية محسوبة على التيار العام في البلد، هي التي كانت تمنع الناس من التحرك. الآن الناس يعني انضموا بأعداد هائلة جدا لهذا التحالف الذي يواجه الغزو الإيراني. النتيجة إيش؟ أن هذا التحالف مليء عداوة لآل سعود، والحمد لله في إدراك عند هؤلاء أن العداوة ليست للشعب بلاد الحرمين، العداوة لآل سعود هم أنفسهم. وإذا أنا متأكد أنهم إذا حلوا مشكلة الحوثيين أنهم لن يتأخروا في دعم أي عمل داخل بلاد الحرمين ضد آل سعود. ولا أستبعد أصلا أن يجتاحوا المنطقة الجنوبية ليس عداوة مع الشعب، إنما مساعدة للشعب لتخليصه من آل سعود. نكتفي بهذا القدر ونلتقي إن شاء الله يوم الاثنين القادم. لا تنسونا من دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. وأكرر نصيحتي لكم بخدمة تسجيل إسحاق الجيزاني. والسلام عليكم.